اللاعبين. يطمح المنتخب المغربي إلى فك نحس الخروج من دور المجموعات لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية، عندما يخوض غمارها للمرة الثامنة في أولمبياد باريس. مرة واحدة فقط نجح فيها أشبال الأطلس في تخطي دور المجموعات، وكانت منذ زمن بعيد، وتحديدا في المشاركة الثانية في ميونيخ عام 1972 عندما حلوا في المركز الثاني للمجموعة الأول، لكنهم خاضوا الدور مجموعات أيضا في الدور الثاني وأنهوها في المركز الأخير بعد 3 هزائم خلال مغرب مشاركاتها الأسبوع السابقة، وكلها أمل في الذهاب بعيدا في المنافسة، لكنه خرج في كل مرة بخفي حنين. لكنه مصمم هذه المرة على فك نحسه في ظل تألق كرة القدم المغربية في الآونة الأخيرة على الساحة العالمية، بتحقيق المنتخب الأول إنجاز بلوغ نصف نهائي مونديال قطر، وحلوله رابعا أو القرية بتتويج مناتخبها لأولمدي بلقب إفريقيا للمرين لأولى في تاريخها، وأوقعت لقرعة لمغرب في المجموعة الثانية إلى جانب الأرجنتين بطلة 2004 و2008 وأوكرانيا والعراق، ويستهل مشوارها بمواجهين لأولى في 24 يوليو لحالي. اكتملت صفوف لمنتخب لأولمبي لمغربية بوصول أسامة العزوزي لاعب يوط ميدان نادي بولونيا الإيطالي قبل 48 ساعة من المواجهة التي سيبدأ بها المنتخب أولمبياد باريس أمام المنتخب الأرجنتيني. وصل العزوزي مساء الأحد وانضم على الفور للحصة التدريبية التي يجريها المنتخب الأولمبي في مدينة سنت إيتيان. وافق نادي بولونيا الإيطالي على انضمام العزوزي للمنتخب الأولمبي بشرط أن يواصل تحضيراته مع فريقه وأن يلتحق بمعسكر الأولمبيين قبل 3 أيام من المباراة أمام الأرجنتين. بذلك سيكون العزوزي ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب المغربي في المواجهة المرتقبة يوم الأربعاء ضد منتخب الطنغو.